السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد مع محمود النجدي. ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. معانا النهاردة مجموعة عطور جديدة من كذا شركة. حاولت إن أنا أفتحهم، ولكن ما رضيتش إن أنا أعمل الموضوع ده غير وأنا بعمله معاكم، لأن كنتوا عارفين إن الموضوع ده بالنسبة لي حاجة ممتعة جدا، وأعتقد إن المشاهدين بيشاركوني في هذه المتعة. ولكن مش عايزين ننسى قبل ما نبتدي إن إحنا ندعي لإخواننا في فلسطين وفي جميع الدول المستضعفة. يعني ربنا إن شاء الله ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل. واللي احنا بنعمله ده اقل حاجه ان احنا ندعي لهم، ويا ريت اللي يقدر يساندهم او يساعدهم باي شكل من الاشكال ما يتاخرش، وربنا ان شاء الله يفرحنا بالنصر القريب باذن الله. طبعا معايا مجموعه عطور. هنبتدي اول حاجه، معايا برضو هقول كده المجموعه كلها على بعضها مره واحده. معايا عطر هوس من الرصاصي، ومعايا مجموعه من عطور عتيج، مجموعه ذا كوليكتور اللي من زمان وانا كنت عايز اجيبها جات لي متاخر. ومعايا عطر عتيج من عتيج. طبعا العطر ده جالي بالخطا، وطبعا دي حاجه بلومها على موقع بوتيكات. كنت طالب عطر تاني خالص، ولكن عطر عتيج جالي مع انه كان عندي قبل كده، ولكن ده جالي في المجموعه الجديده بس مش هفتحه النهارده. ومعايا عطر برستيج روبي من الماجد للعود. العطر ده برضو من العطور الجميله جدا اللي سمعت عنها كلام كتير. ومعايا عطر اسمه ايرس مسك من جلاتي. طبعا العطر ده سمعت عنه كلام كتير جدا برضو. ومعايا عطرين من دار الطيب الكويتيه. طبعا الدار دي جميله جدا، وبالمناسبه انا كنت عامل حلقه فيها مراجعه عن بعض عطور دار الطيب اللي انا استخدمتها فتره، وعملت عليها مراجعه وان شاء الله تنزل قريب جدا. ولكن العطرين دول ما كنتش فتحتهم ولا جبتهم قبل كده. عطر اسمه راء من مجموعه حروف، وعطر اسمه اميزنج من مجموعه الفن، تقريبا تشكيله الفن. ان شاء الله هنعمل الانبوكسنج للمجموعه دي النهارده ان شاء الله. هنبتدي اول حاجه بعطر هوس، الهوس ايس. نشوف كده مع بعض ايه الاخبار وايه الريحه بتاعته. والعطر ده طبعا عامل ضجه، ناس كتير اتكلمت عنه، وانا اظن ان هو هيكون شبه هوس العادي، ولكن هنشوف مع بعض. طبعا العلبه بسيطه خالص، حاجه كده بسيطه خالص. بصراحه انا بشجع هذه العلب البسيطه. ومعانا جوه زجاجه العطر، بصراحه شكلها جميل. انا اول ما طلعتها شميت ريحه هوس العادي. ممكن يكون هنا في دفقه من الانتعاش شويه، مع ان لسه ما رشتوش، بس كده نرشه مع بعض ونشوف ايه الاخبار. بسم الله. هو هوس العادي بالظبط، ولكن زي ما قلت لكم كده مع دفقه من الحمضيات قويه شويه، فيها ليمون وفيها جريب فروت، ولكن هو شبه هوس العادي خالص. حاسس ان مفيش اي فرق. يمكن هنا النقاء اكتر شويه، بس بصراحه هو حاسس ان هيكون اداؤه اقوى بكتير من هوس العادي. ولكن العطر ده جميل جدا وسمعت عنه كلام كتير، واعتقد ان شاء الله انه هيبقى ممتع جدا في استخدامه في الصيف بتاع اليومين دول. هنيجي بقى للمجموعه بتاعه عتيج ذا كوليكتور. في هنا عطرين، واحد اسمه ذا كوليكتور ليميتد اديشن، والتاني اسمه ذا كوليكتور عود. هنشوف الاثنين مع بعض. والعبوه دي فيها زجاجتين، الزجاجه 200 مللي. نفتحهم كده مع بعض. بصراحة شكل الباكج جميل جدا. هنفتحه كده مع بعض ونشوف. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده بصراحة في منتهى الفخامة. نشوف بقى ايه الاخبار. ده ذا كوليكتور ليميتد اديشن، مكتوب تحت هنا، معرفش هتبقى باينه هنا في الكاميرا ولا لا. وهنا ذا كوليكتور عود، هنا مكتوب كلمة عود. نجرب برضو كده مع بعض ونشوف الاخبار. طبعا الازازه شكلها جميل جدا. بسم الله. يا سلام، ريحه كده منعشه من الاحماض مع مسك وفانيليا وكده، حاجه كده رايقه. حاسس ان العطر ده هيكون رايق جدا، ولكن انا اللي سمعته ان العطرين مع بعض لما بيتمكسوا بيعملوا شغل عالي جدا. نشوف بقى اللي هو ده كوليكتور عود ايه الاخبار. بسم الله. هو في نفس الدي ان ايه بتاع عطور عتيج اللي انا استخدمتها قبل كده، وخصوصا عطر عتيج. هو في شبه من عتيج ده ولكن على اخف. ولكن هنا في سنه زعفران مع عود، وبشكل كده تحس ان هو عطر تقيل شويه. فعلا جايز العطرين دول لما يتمكسوا مع بعض هيبقوا حاجه جميله جدا. ولكن العطرين دول اسمع ان ادائهم قوي جدا، وهم من العطور الجميله اللي عند دار عتيج. وان شاء الله هيبقى ليهم ان شاء الله مراجعه على القناه مفصله باذن الله. نيجي بعد كده للعطر اللي انا سمعت عنه كلام كتير، وهو عطر برستيج روبي من الماجد للعود. هنفتحه كده مع بعض ونشوف ايه اخبار العطر ده. نشوف كده الباكج بتاعه عامل ازاي. يا سلام،
بصراحه كده حاجه فخمه وانيقه جدا، مدينه شيء من الفخامه والاناقه كده بسيطه ولكنها فخمه برضه. يعني الباكج ده بلاستيك مش معمول كده من القطيفه، ولكن شكله شيك جدا. شوف بقى الاداء بتاع العطر عامل ازاي. حتى شكل الزجاجه بصراحه في منتهى الشياكه، شكلها جميل جدا. دي عبوه 100 مللي، شكل الزجاجه جميل، انيقه جدا باللون. انا اللون ده اصلا بحبه جدا، اللون اللي هو النبيتي او الارجواني ده حاجه جميله جدا. نشوف كده مع بعض. بسم الله. رش على ايدي. يا سلام. لا هي بصراحة ريحة جميلة جدا، ريحة ناعمة. جايز العطر عشان لسه جديد، برضو موضوع التعتيق بيفرق جدا، لان العطر لما شميته قبل كده كان ريحته حاسس ان هي كانت اجمل من كده بكتير. هي بدأت ريحته تبان شوية، جايز عشان انا رشيته قبل كده في الاثنين، فالعطور كلها مغطيه على بعض. العطر ده فعلا هيبقى من العطور الجميله اللي اعتقد انه هيكون اداؤه قوي جدا، ولكن برضو لما يتعتق اكيد الموضوع هيختلف جدا. نيجي بعد كده للعطر برضو اللي انا سمعت عنه كلام كتير جدا، كلام جميل، عطر ايرس مسك من غالاتي. انا حاسس ان انا محتاج ان انا افصل شويه عشان خاطر العطور كلها ما تخشش في بعضها، وبعد كده هنكمل. بس هفتح العطر ونشوف الزجاجه بتاعته الاول عامله ازاي. الكرتونه حاجه كده بسيطه ولكنها برضو شكلها شيك. حجم العبوه دي تقريبا هي اعتقد ان هي 50 مللي، هي فعلا 50 مللي. شكلها صغير كده بس جميله، مكتوب عليها ايرس مسك من جلاتي. نشوف كده مع بعض ايه الاخبار. بسم الله. انا برضو ما انتظرتش بس هنشوف. بسم الله. يا سلام، واضح جدا فيها. يا سلام، ريحه جميله جدا. واعتقد دي فيها كده ريحه الايرس، ولكن حاسس ان هو ايرس حلو، ايرس كده مع نوته سويتيه جميله حلوه بشكل جميل جدا. العطر ده اعتقد الله، لا العطر ده هيبقى جميل جدا. انا بحب اصلا ريحه الايرس على المستوى الشخصي، النوته دي بحبها جدا مع بعض النوتات كده المعروف عني ان انا بحبها، منهم نوته الايرس. العطر ده جميل جدا، معاه نوته كده مسكيه مع نوته حلوه مع نوته الايرس. اعتقد العطر ده هيبقى من العطور المفضله بالنسبه لي، وان شاء الله احاول ان انا اعمل له حلقه مفصله لوحده. بعد كده هنيجي للعطرين بتوع دار الطيب، عطر راء وعطر اميزنج. نبتدي بعطر راء، نشوف كده الدنيا اخبارها ايه. طبعا يعني انا بحاول ان انا اعمل بس دي مجرد انبوكسنج وانطباع اول، يعني محدش يحسبها ان هي مراجعه كامله، عشان خاطر الانطباعات دي بس تبقى مجرد انطباعات اوليه ما ينفعش نحكم عليها. برضو زجاجه بسيطه بس شكل الازازه من جوه تقيله، يعني العلبه شكلها تقيل جدا. يا سلام يا سلام، هم عاملينها كده بشكل عامله زي الكفر بتاع النضاره، ولكن كفر راقي جدا يعني. بسم الله. يا سلام، لا ايه الشياكه دي، ايه الشياكه والجمال ده. يعني اصلا الكفر ده اصلا تقيل، وهنا الحته دي معدن ومكتوب عليها حرف الراء، وباين قد ايه ان هو كده سوليد. وشكل الازازه من جوه حاجه كده في منتهى الفخامه. تقريبا حجم العبوه دي 80 مللي، وشوفوا قد ايه شكلها جميل. وشكل الجوس يا جماعه، الجوس شكله غامق كده، واكيد العطر ده هيكون تقيل وفخم. تعالوا كده نجرب ونشوف ايه الانطباع وايه يعني حتى الغطا شكله جميل، بس الغطا ما بيمسكش العبوه كويس. نشوف كده. بسم الله. يا سلام، العطر ده عطر فخم للغايه. هو طبعا العطر ده هيكون شتوي بامتياز، في رائحه الهيل واضحه جدا، مع توابل، مع نوته المره. يعني نوته المره دي انا عارفها في عطر كده بتاع توم فورد، في نوته المره واضح بشكل كبير جدا، فانا حفظتها منه. هنا نوتة المرة واضحة جدا بشكل جميل جدا، ولكن هنا النوتات التابلية مع الزعفران، في زعفران وفي هيل مع نوتة عود ونوتة المرة. بصراحة هيبقى حاجة جميلة جدا، ولكن ده ما ينفعش يستخدم ابدا في الاجواء الحارة. اعتقد ان هو هيكون متألق جدا 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 في الشتاء. العطر ده يا جماعة مجرد ما رشيته تحس انك انت دخلت فورا الى فندق 7 نجوم فخم وراقي موجود في دول الخليج العربي، حاجة كده في منتهى الفخامة. ده من العطور اللي اكيد 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 هيكون يعني من الحاجات اللي انا هستمتع بيها جدا في فصل الشتاء. واعتقد ان العطر ده هيكون اداؤه اكثر من رائع. شكل العبوه جميل، وكل حاجه في العطر ده بصراحه عجبتني. يعني ده بصراحه من العطور اللي ابهرتني في المجموعه بتاعت النهارده. هنشوف برضو، هي بصراحه الدور الكويتيه يعني عامله شغل غير طبيعي. من اجود العطور اللي انا شميتها في الدور العربيه الدور الكويتيه.
بصراحه حاجه جميله جدا. وبرده المراجعه اللي انا كنت عاملها عن عطور دار الطيب ان شاء الله تستمتعوا بيها جدا. العطر ده بقى عطر اسمه اميزنج من مجموعه فن. هنشوف برده العبوه عامله ازاي. اعتقد انها نفس الفخامه، برده معموله كده في كفر بلاستيك، معمول عليه مكتوب عليها اميزنج، بس دي كده كرتونه عاديه، بس برده من هنا فيها شمواه ومحطوط زجاجه العطر. بصراحه حاجه كده فخمه وانيقه. العبوه دي 70 مللي. شكل العبوه شيك جدا، بس هنا الجوز برده لونه كده ان شاء الله يدي ايحاء ان العطر ده هيكون حاجه كده ايه فخمه وانيقه وقويه كمان. نقول كده بسم الله. يا سلام يا سلام. انا العطر ده حاسس ان انا شميته قبل كده. عطر كده فيه زي ريحه الكركديه. الكركديه حلو، كركديه كده منقوع مع نوتة عود تقيله شويه، بس هو فيه نوتات كده في الاول، فيه ضفه كده حامضيه، مع ان شامم ريحه الكركديه بشكل كبير جدا. هي ريحه كركديه مسكر، عارفين كده ريحه العناب، هي ريحه العناب بالظبط. انا ما اعرفش بصراحه ايه مكونات العطر ده، ولكن ده اللي انا شميته في العطر. بصراحه توليفه جديده جدا، عمر ما شميت هذه الرائحه. انا حاسس ان انا لما شميتها قلت انا شميت العطر قبل كده، ولكن دي ريحه العناب مش ريحه عطر انا شميته قبل كده. العطر ده اعتقد ان هو ينفع يوني 6 وهيكون فخم جدا 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 لاي واحده ترتديه، لان العطر يمشي طبعا للجنسين، هو برده فخم جدا. بصراحه العطرين دول يعني مثال للفخامه، يعني انا خليتهم في الاخر، ومع كل العطور اللي انا رشيتها دي هم واضحين جدا، وبصراحه دخلوا دماغي من اول ما رشيتهم. فالعطرين دول ان شاء الله اعتقد ان هو من العطور اللي هتبقى مميزه جدا في مجموعه العطريه، وان شاء الله اعمل عنهم حلقه مفصله لكل واحد فيهم لوحده، وباذن الله اجيب المجموعه الكامله من مجموعه الفن والمجموعه الكامله من مجموعه حروف، لان واضح كان ان المجموعه دي هتبقى في منتهى الفخامه. يبقى كان النهارده معانا عطرين من دار الطيب، عطر راء وعطر اميزنج، ومعانا عطر ايريس مسك من غلاتي. وبصراحه العطر ده رشيته على ايدي ولسه باين فيه جدا نوتة الايريس الجميله جدا اللي انا بحبها جدا على المستوى الشخصي، مع نوتات حامضيه ومسك وعنبر. ومعانا برستيج روبي. العطر ده اعتقد ان هو لما يتعتق هيختلف تماما، ريحته جميله جدا، باذن الله يكون ليه برده مراجعه مفصله. ومعانا العطرين من مجموعه عتيج، مجموعه ذا كوليكتور. العطرين دول من العطور المميزه جدا جدا اللي انا كنت مستنيهم بقالي فتره طويله، هحاول اجربهم فتره يعني كافيه، وهحاول اجرب ده لوحده وده لوحده، امكس العطرين مع بعض، وان شاء الله اعمل عنه مراجعه مفصله. واخر عطر كان اول عطر كان معانا هو عطر هوس ايس. بصراحه كانت مجموعه جميله جدا، اتمنى تكونوا استمتعتوا بيها وتكون خفيفه عليكم. ويا ريت اللي ما اشتركش يشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.